السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيلتي الجميلة والكبيرة، قبل ما نبدأ ما تنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كلمة الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد ان شاء الله. النهاردة جاية معاكم في مشكلة جديدة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المشاكل اللي بقدمها بحاول اوصل رأيي فيها، وكمان عاوزة كومنت من حضراتكم تقولوا رأيكم عشان صاحب المشكلة أو صاحبة المشكلة معانا تستفيد من خبرة حضراتكم، وكلنا نستفيد من بعض. اللي عنده مشكلة قريبة يعني ايه كلنا نستفيد من بعض من رأيكم في الكومنتات. طبعا معلش طولت على حضراتكم، يلا نقول المشكلة، يلا نبدأ. خطبت واحدة بنت شكلها محترم، بنت ناس وكويسة ومؤدبة، يعني ما شاء الله عليها سمعتها كويسة. بس بعد ما خطبتها اترفضت من شغلي وجالي الفقر، حصل لي كذا مشكلة من كل ناحية. قولولي اعمل ايه؟ اسيبها ولا اكمل معاها؟ خايفة اكمل معاها اموت قبل ما ادخل بيها دنيا، يعني قبل ما يتجوز، وخايفة اسيبها اظلمها معايا. فيدوني جزاكم الله خير. ده واحد خاطب واحدة وبيسأل بعد ما خطبها، طبعا زي ما انتوا سمعتوا حصل له مشاكل كتيرة. فايه رأيكم في المشكلة دي؟ طبعا انا من رأيي اللي انت تسيبها. ايوه تسيبها، لان هي لو كلمت معاك كملت معاك انت اللي هتظلمها، لان كل ما يحصل لك حاجة في دنيتك معاها، في حياتك معاها، هتقول اللي هي السبب. واضح كده اللي انت انسان مش كويس ولا بتتفاهم. فانت كده لو هي كملت معاك رأيي اللي انت هتظلمها، هتظلمها لانك يعني عاوزة اقولك اللي انت انسان يعني الايمان عندك ضعيف. مش لازم يا جماعة كل ما واحد يجراله حاجة، يعني عشان صاحب فلان، عشان خطب فلانة، عشان اتخطبت لفلان، الحاجات دي اقدار من عند الله ومكتوبة، مكتوبة من واحنا لسه يعني في رحم امنا، في بطن امنا كده مكتوب. كله في علم الغيب عند ربنا، بس كله لأسباب. عاوزة اقولك اللي يعني انت يعني مش عارفة اوصلك ازاي. انت اللي انسان مش كويس لانك مش مؤمن بالكلام اللي ربنا قاله، ايمانك ضعيف. تقرب لربنا، صلي، يعني اذكر الله كتير. كل الحاجات دي بتبعد عنك وسواس الشيطان. الشيطان لما بيتملك من حد خلاص بقى، هي بقت سبب الفقر اللي انت فيه عشان سبت وظيفتك. ما يمكن ده خير، خير ليك اللي انت سبته، مش شر. ما يمكن لو كنت كملت كان ممكن يحصل لك حاجة فيها. انت بتقول عن لسانك اللي هي انسانة محترمة وكويسة وبنت ناس ومتربية. ايه العيب بقى؟ ايه العيب؟ فانت تسيبها عشان هي تشوف حياتها. انت اللي مش كويس، انت اللي حياتها انت اللي هتدمر لها حياتها. خلي عندك ايمان شوية وربنا يهديك. اكتر من كده هما يقولوا لك بقى في الكومنتات.
ردوا عليه في الكومنتات وقولوا له يعمل ايه. دي كانت وجهة نظري. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا وغيركم يستفاد منكم. وزي ما انتوا عارفين دي مشاكل الحياة، بحاول يعني اقدمها بأبسط مما يمكن يعني. وبرضو انتوا تقولوا رأيكم، ممكن حد يكون في نفس الظروف دي، حد مر بالظروف دي، صديق. مش لازم يكون واحد بيتقدم لواحدة او واحدة مخطوبة لواحد وحصل له المشاكل دي. ممكن تكون صداقة، ممكن يكون في البيت اخوكي اختك بيمر بالظروف دي. مش لازم يعني خاطب او مخطوبة، لا، ممكن الحياة عامة. ممكن حد متعقد من حاجة عامة، واول مثلا ما اشتغل حصل له حاجات كتيرة عيا، مثلا بعد الشر والدته عيت، بعد الشر بابا عيا، اخته، اخوه، ابنه، بنته، بنتها. فمش لازم اللي يعني، هي مشكلة عامة. مشكلة عامة اللي انت او انتي يعني الايمان ضعيف. اتقربوا من ربنا، اذكروا الله كتير، صلوا كتير. يعني حاولوا. الزمن اللي احنا فيه دون صعب. الزمن اللي احنا فيه الوقت ده صعب. خلي بالكم من عيالكم، خلي بالكم من اهلكم. زي ما انتوا شايفين الحياة بتغلى والظروف بتتغير والاخلاق بتتغير والمعيشة بتتغير، كل حاجة في الدنيا بتتغير. فاحنا لازم نكون سند لبعض ونقف جنب بعض ونعين بعض على بعض. لازم نخلينا ايد واحدة من صغيرنا بقى لكبرنا. يا رب مشكلة النهاردة يعني تكون لها حل كتير اكيد عندكم، واكون وصلتها لكم. يعني تكون وصلت لكم حاجة كويسة وتستفيدوا من حاجة، واحنا كلنا بنستفيد من بعض. ويا رب يبارك لكم في أولادكم. ويا رب كل حد بيتمنى حاجة كويسة تحصل، والمعيشة اللي احنا عايشينها دي نهون على بعض فيها ونتقرب لله أكتر. تقربوا لربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش كومنت عشان نستفيد من بعض، وارفعوا اللايك عشان يوصل لغيركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.